مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. السيد حزلقوم ضاعت منه البطة اللي هيفطر بيها أول يوم رمضان، وعايز يعرف مين اللي سرق البطة. فقلت للسيد حزلقوم يوصف لي البطة لا اله الا الله يا عم. هي بطه بيضه، وفي احشائها لا مؤاخذه بيضه، وفي رجليها ورده بيضه. يعني شاكب راكب كده بتاعت 5000 جنيه. انت كذاب يا حزلقوم. بصراحه هي بتاعت 2000 جنيه، وبالاماره بطه ذكر. فقلت للفنان محمود المليجي انت اللي سرقت البطة مش هادي اللي سرقت البطة. طب وربنا والشرف المهنة اللي فوق كل اعتبار، فين لما كنت رجالة واقفين وقفة رجالة؟ طلبة هنا تضيف ببركة دعاء الوالدين، مش ممكن نسرق بطة أبدا. فقلت للفنان سيد زيان انت اللي سرقت البطة. حرام عليك يا عمونا، بط ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انا تخصصي دجاج، فراخ الرحمة يا ناس. فقلت الفنان صلاح عبد الله يا ترى مين اللي سرق البطة؟ فبيقول لي الجلة معجونة برضه. تصدق مفتش كولومبي؟ أو تصدق إن شاء الله أنا امبارح شفت كلب ابن كلب عمال يحوم حوالين العشاء، الظاهر كده والله أعلم هو اللي هبر البطة. أصل صلاح أبو دقة ما بيتقالوش لأ ولا لأ. فقلت للفنان عادل إمام أنت اللي سرقت البطة. فقال لي الله ده كلام. هو يوم مش فاهم، هو يوم مش فايت النهارده، اليوم مش فايت. أنا عارف. الله، حد يقول له أي حاجة يا جدعان، أخوكم مزنوق وكلكم هتزلقوا الزلقة المنيلة دي. هو بينا لا سمح الله بط ولا فراخ ولا أي حاجة؟ ده احنا زي السمنة على البتنجان الأسود، امشي من قدامي الساعات. فقلت الفنان حسن عبدين أنت اللي سرقت البطل. بط إيه يا ابني؟ حرام عليكم، هتجيبوا له الضغط، أكيد في حاجة غلط. فقلت الفنان مظهر أبو النجا أنت شفت البطة؟ فقال لي يا حلاوة، هي دي غشة البطة المسروقة يالا، أنا عايز آكل بط يالا، اديني بطة يا ابن الغبيطة يا حلاوة. فقلت الفنانة سناء جميل خلي كمال الشناوي يجيب البطة اللي سرقها. فراحت ايه كمال. أيوه عايز إيه يا سلام؟ أنت سرقت البطة؟ أبدا يا سلام، أنا ولا سرقت بطة ولا فرخة، أنا إنسان مسالم. أنا قلت كده يا كمال؟ قلت إيه؟ أنا كان نفسي أبزبزها وأكلها أول يوم رمضان علشان المدفع يحلى بعد الفطار. فطبعا ما خدتش كلام كمال الشناوي ورحت قايل لتوتة شفته جنب العش، قلت له انت اللي اخدت ضرر. يا اخي حرام عليك، بتعمل كده ليه؟ انا ما خدتش بط، ده انا كنت بعمل بيبي جنب الحيط. فطبعا سكت وقلت لللمبي فين البطة اللي سرقتها؟ لا ربنا ولا شفت بط ولا فراخ ولا اي حاجه، انا انسان بني ادم محترم زي كل شاب وكل فتاه. حتى اسالها عن مبخ، هل انا خدت حاجه عن مبخ؟ خلاص كبرت يا لمبي. انت كبرت بس عن مبخ، بتقول لي الحقيقه. يا ابن الحرام عمره ما ينفع، ان كنت اخدت البطة قول وما تعملش كده. ماشي يا عم. طبعا سبتهم يتخانقوا مع بعض وقلت للفنان محمد صبحي فين البطة؟ فقال لي ولد انت حمار، انت نيلة، انا قلبي مزري معفن. تلاقي وجهة المعفن غاوبت، تلاقيها راح اخدها وتلاقي فوق السطوح، وراح هب راح حمرها. فطبعا قلت للفنان محمود عبد العزيز انت اللي سرقت البطة. فقال لي هوبا بوظك لوم بايه؟ بدون لف ولا دوران وهات من الاخر. هو لا مؤاخذة يعني البطة دي بيضة ولا سودة؟ الفرخة دي بيضة. هوبا لا مؤاخذة يعني احنا تخصص غوامق، احنا لا مؤاخذة بنضرب في الاسود. فطبعا سكت وما اتكلمتش وقلت للفنان فؤاد احمد انت اللي سرقت البطة. فراح بصد
بتستخف دمك الخفاف فيونا من العشاء، واي بطة تطلع خلص عليها وحط لها برشامة في المسقى. فطبعا لما حط البرشامة في المسقى انا سكت وما اتكلمتش، وطبعا رحت قايل للفنان سمير غانم انت اللي اخدت البطة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، وبقول لأمي حبيبة قلبي كل سنة وانت طيبة. وعلى رأي المثل البطة السوداء تنفع في اليوم الأسود، أما أروح ألحق سمورة قبل ما يبطبط أنستونا. فطبعا لقيت الفنان سمير غانم بيهرج واخد الموضوع ضحك. فطبعا رحت قايل يوسف وهبي مين اللي سرق البطة؟ فراح رد وقال لي يا دي المهزلة البطية، وحياة شرف طربوش يا ابويا الباشا وهبي باشا إن أمينة رزق هي اللي لهفت البطة، أصل هي غاوية بط مرجان. يخيبك يا يوسف فكرتني باللزم، ياهو فلتسقط بطة سلطة. فنان احمد ادم الاربوطي انت اللي سرقت البطة. معلش يا احمد من كلمة عشان ما ولعش فيك وفي نفسه وفي البط كله. هي البطة يا عم الحاج ذكر ولا انت؟ البطة ذكر. لا مؤاخذة احنا نخصص نتايات، احنا بنتفاعل مع النتايات اللعب. طبعا بعد ما احمد ادم قال نتايات فطبعا قلت الفنان توفيق الدين انت اللي سرقت البطة. فلي يخي والله العظيم يخي اجا اليوم اللي البط يبقى ليه تمن يا واحلى من الشرب مفيش يا ضنص. فقلت الامير البحار خلي ممس يجيب البطة اللي سرقها. فلي ايه ميمس فين حركاتك وشقربازاتك وميكروبازاتك دي دخيبة مش عارف تسرق حتة بطة؟ امير ابطال البيلة ما حدش لاح تربى ابطال كنت زمان. فنان نجيب الريحاني انت اللي سرقت البطة. فلي تصور اللي بقى 10 سنين ما طفحت بط، قلت يا واد بحبها شويه هات لك بطه بصبص فيها. بألف أنا في شفا. الصدمه ولا حصل لا انا ولا شفا، حصل توهان، حصل اكلان، حصل تسببات. اتاري البطه الوحيده اللي اكلتها كان فيها تسبب على شرط من وسط 1500 بطه. انا كده حظ كده تبلي كده. فقلت الفنان جميل راتب انت اللي سرقت البطة لان على شنبك في ريشة بيضة. انت جلدت يا متخلف، ريشة بيضة ده شنبي يا ابن 60 جزمة. هو انا جلدت علشان اسرع بط؟ قلت الفنان عمر الشريف انت اللي سرقت البطة. فانهار عمر الشريف وفعلا هو اللي سرق البطة. قلت له احكي لي بالتفصيل سرقت البطة ازاي. فلي انا مش عارف انا عايز ايه، ربنا ادالي المال والجاه، حرقت الارض وافترات على عباد الله. كنت انا والبطة في العشة وسالسنا الشيطان، واول ما شفتها جريت وراها ورحت ماسك السكينة وذبحها. بقيت عامل زي فيلم صراع في الوادي، اقتلني يا سليم. طبعا ما قتلتوش لانه خلص عن البطة. ويبقى بكده عرفنا مين اللي اخد بطة حزلقوم. بس للأسف مش هنعرف نرجع له البطة لأن أخونا عمر الشريف هبرها وأكلها في شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين بألف هنا وشفا وتعود عليكم الأيام بخير. مين اللي سرق بطة حزلقوم؟